السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنشوف مع بعض الركنة بتاعتنا بعد ما اتشطبت. طبعا الركنة دي كانت قديمة ومتنجدة قبل كده يعني، وجات عشان تتفور ويتعاد تنجيدها، وحصل فيها شوية تعديلات. طبعا كل الكلام دوت اتشرح في الفيديوهات السابقة، والنهاردة هنتكلم باختصار كده وبشكل عام عن كل الحاجات اللي حصلت في الركنة ديت. طبعا الركنه ديت في البدايه خالص اتكلمنا عن بديل الاستك، وقلنا ان بديل الاستك في الركنه دي كان الملل، عشان الناس اللي بتعاني من هبوط القعده باستمرار. فافضل حاجه هي كانت الملل. الحاجه التانية كان الدراع بتاع الركنه كان في المكان دوت تحديدا، ف اتقص من هنا وراح الناحيه التانية، هتشوفوه طبعا دلوقتي، عشان العميل عايز يبدل مكان الركنه في الريسبشن بتاعه. زي ما انتم شايفين هنا الركنه عندي معمول شلت في الظهر، والكوشن بتاعها القاعده طبعا معموله عندي من السفنج كثافه 45، وكنت وريت لكم في الفيديو اللي فات ان السفنج بيتعمل له كسوتين، كسوه داخليه بالعبك، وبنلف السفنج مع الرول فايبر بالعبك، وبيتقفل كويس بالغزل، وبعد كده بنعمل له الكسوه الخارجيه اللي هي من نفس قماش الركنه. وزي ما انتم شايفين الدراع دوت اللي احنا نقلناه من هناك وجبناه هنا عشان اتجاه الركنه هيتغير. الشلت اللي انتم شايفينها ديت طبعا هي ما فيهاش كلبه في الجنب، ودي الصحاره اللي اتكلمنا عنها. الركنه دي ما كانش فيها صحاره، عملنا لها صحاره. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله مساحتها كبيره واسعه من جوه، ونقدر نشيل فيها اللي احنا عايزينه. طبعا الميكانيزمات هنا، الميكانيزم دوت اعفى من الميكانيزم الاسود المعتاد اللي هو الباكن بتاع الصحاره. تمام، ده نوع من النوع النضيف، وحجمه اصغر من التاني لكن عافي عنه. تمام كده. السفنجات بقى بتاعت الدراع وبتاعت الظهر، الكثافات عندنا بتبقى فوق ال30. طبعا سفنج الظهر بيبقى حوالي 5 سنتي او على حسب الموديل بتاع الركنة. الدراع برضو بيتحط له سفنج كثافة فوق ال30، ارتفاعه 5 سنتي، وطبعا بيتفصل السفنج بتاع الدراع لوحده، وبيتعمل له طبقة من الفايبر رول، وبعد كده الكسوة بتاعة الدراع، وبتتشد كويس. وطبعا احنا كنا مصورين الخطوات بتاعة الركنة ديت مش بالتفصيل قوي، لكن الخطوات المهمة متصورة في الفيديوهات السابقة. دي الركنة شكلها طبعا النهائي. طبعا هنا بالنسبة للشلت بتاعة الظهر كان فيها الشكل اللي انتوا شايفينه دوت، فيها الخطوط اللي انتوا شايفينها دي معمولة بالخياطة، طبعا عشان تدي شكل للشلتة، وبدل ما تبقى سادة. يعني في ناس بتطلب ان هي تتعمل زراير كابتونيه، وفي ناس بتطلب ان هي تبقى سادة كده بس عليها شكل جمالي اللي هو بيتعمل بالخياطة، وفي ناس بتطلب ان هي تبقى سادة خالص ما فيهاش اي حاجة. دي الشلتة العادية. في كمان شلتة بتبقى معمولة كلبات من الجناب، وطبعا الشلت متعبية فايبر، وبتبقى ليها كسوة داخلية ومن العبك برضو، والكسوة الخارجية بتاعتها اللي هي من نفس القماشة. زي ما انتم شايفين اهي دي الخياطة اللي بتكلم عنها. متعبيين فايبر اللي هو الكياس فايبر من النوع النظيف اللي هو مش بيهبط على طول، ان الفايبر انواع، والخامات دي كنا وريناها لكم في الفيديوهات السابقة في انواع البضاعة. ده كان الشغل بتاعنا النهاردة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، واتمنى كمان تروحوا تزوروا قناة فنون التنجيد بتاعت زوجي، فيها حاجات كتيرة وفيها شرح اكتر من كده بكتير. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.